السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القطايف عسل خطيره. نجيب بقى قطايف كده ونعملها كده زي القرطاس. هعمل بقى كل الكميه. ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلو بتاعنا النهارده خطير يا بنات. هنعملها بقى وهنحشيها حشوتين كده عسل. خلاص كده انا خلصت كل الكميه، وحشيت شويه يعني ايه كنافه كده بجوز الهند. حطيت معاهم كده سوداني، ونحمرها بقى في زيت سخن كده زي ما انتوا شايفين، ونقلبها بقى من الناحية التانية. لما تحمر نقلبها. وطبعا انا عملت معاكم الشربات التقيل يا بنات قبل رمضان. اللي ما شافوش بقى يقول لي، واللي عايزه يقول لي وانا انزله لكم في التعليقات. خلاص هحمرها بقى وهطلعها كده على الطبق، وهرش عليها شوية شربات تقيل. والشربات التقيل موجود على الصفحة. خلاص. جبت بقى شوية نوتيلا، وحطيتها في كيس تلاجة كده، وفتحت فتحة كده وحشيتها كده زي ما انتوا شايفين. هتخلص على كده؟ لا، مش هتخلص على كده. عايزة اقول لكم ان طعمها خطير، الكبار والصغار بيحبوها. انا عملتها معاكم السنة اللي فاتت، بس بصراحة من احلى. يعني انا عرفت اصلا الراجل بتاع القطايف زحمة ليه، انا عرفت ليه. بصوا بقى، بعد ما بتحطي الشوكولاتة بتعمليها كده في السوداني المجروش. السوداني ده انا ضربته كده في الكبة كده. وده بقى صوص البستاشيو كده، يعني خطير، طعمه جميل جدا. فانا مخففاه كده بشوية زيت، وبحط بقى على الكنافة اللي انا حشيتها. ودول بقى شوية كنافة متحمرين كده، حطيتهم على بقية صوص البستاشيو. وعملتها كده خطيرة. عايزة اقول لكم ان اللي محشية كنافة بصوص البستاشيو طعمها خطير يا بنات. طعمها خطير خطير. وده شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. فيديو سهل وبسيط، بس جربوها بالحشوتين دول خطار بصراحة. خطيرة خطيرة يعني. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. بحبكم جدا جدا جدا. سلام عليكم، باي باي.